يا صباح الورد، يا صباح الفل عليكم كلكم. ده اخر فيديو في حوار المطبخ، عشان حوار المطبخ ده طول قوي، فكفايه كده قوي. يعني ده كده ايه يبقى إيه اخر فيديو، وبعد كده نبدا نشتغل بقى ونشوف حالنا بقى. طيب انا عايزه احكي لكم حوار المطبخ ده جه ازاي. طبعا انا المطبخ ده شفته اعلان ممول على الفيسبوك، شركه من ضمن الشركات اللي بتنزل اعلانات مموله. طبعا احنا عارفين لما بنيجي نشتري حاجة من اعلان على الفيسبوك، الحاجة دي لازم تيجي غلط. يعني احنا الا من رحم ربي طبعا يعني. بس احنا عارفين، طبعا عارفين لما واحدة تشتري فستان كده وتنزل الصورة للفستان الحقيقية، وتنزل الصورة اللي كانت نازلة على الاعلان، فتشوفوا المسخرة وتشوفوا بقى الضحك على المنظر والفرق. انا كنت متخيلة بصراحة ومتوقعة ان ده يحصل. اول حاجه سعر المطبخ كان قلقني، يعني سعر المطبخ بسيط فكان قلقني. ما كنتش متخيله انه هيجي بنفس اللمعه، زي عامل زي المرايه. يعني اقسم بالله العظيم المطبخ هتشوفوه دلوقتي عامل زي المرايه، الرنج ظاهر فيه، يعني هو عاكس الحاجه اللي قدامه. انت شايفه الحاجه اللي قدامه في المطبخ قدامك، تبقي شايفه نفسك من كتر ما المطبخ عامل زي المرايه. طبعا الظرف محمله جدا. من ضمن الحاجات اللي انا ما سالته، يعني ده سعر المطبخ، طيب التوصيل او الشحن كام؟ التركيب، قال لي ان التوصيل والتركيب ده علينا على الشركه، ده يعني بتبقى زي هديه او حاجه مجانيه، يعني ما بيحسبوهاش وما بياخدوش عليها اي مقابل يعني. ففرحت زي كل الناس، زي كلكم وكلنا بنفرح لما نلاقي حاجه ما فيهاش دفع فلوس طبعا يعني. طبعا دي من الحاجات اللي فرحتني جدا، ان انا مش هدفع شحن ولا هدفع تركيب ولا الكلام ده كله. المعامله، الذوق والشياكه في معامله الناس. يعني طريقة التركيب طبعا عارفين بالميزان. يعني ركبوا الجزء اللي فوق ده، كل حاجة بالمتر بيقيسوها، كل حاجة بالمتر، يحطوا المتر ويقيسوا بالسنتي، يعني بيعلقوه بالسنتي. غير بقى تأمين المطبخ، انهم أمنوا المطبخ داير ما يدور في الحيطة. دي من الحاجات اللي ريحتني جدا نفسيا، حسيت ان عندهم امانة. المفصلات عادوا على تركيبها كلها، بصولي على كل الظرف. طبعا والله العظيم المطبخ محمل تحميله، يعني الظرف تقيله. يعني انا تخيلت ان المطبخ ده هيجي لي ورق، ان والله انا كنت متخيله ومتوقعه ان انا هعمل مشكله. اليوم بتاع تركيب المطبخ ده انا قلت انا هعمل مشكله. طبعا فرحت جدا. شياكة الشركة دي اسمها شركة خطاب للمطابخ. الشركة دي شركة محترمة جدا والله، بمنتهى الأمانة. يعني العروسة بقى اللي عايزة تعمل مطبخ بجد تكلم الشركة دي، اللي حابة تغير مطبخها تكلم الشركة دي، اللي عندها ظروف وما عندهاش لسه مطبخ تتعامل مع الشركة دي. شركة بجد مضمونة جدا. يعني انا يمكن في ناس كتير من اللي قريبين مني عارفين طبعي، ان انا ما بعلنش عن حاجه، ولا برضه اعمل اعلان لحاجه او اقول على حاجه الا لما يكون فعلا انا واثقه ان الحاجه دي كويسه، وان هي فعلا راضياني انا نفسيا، انا راضيه جدا من جوايا. من كتر فرحتي واحساسي بالنظافه والشياكه اللي جات لي، انا حتى خليته بياخد، عشان انتوا عارفين ان انا مضايقني شكل المنظر بتاع الحوض. يعني خد المقاسات، حتى كنت انا عايزاه ضرفتين يتفتحوا. هو قال لي مش هينفع عشان موقع البوتاجاز، فلازم يتعمل جرار. انا قلقانه من الجرار عشان عارفه انه بيبوظ بسرعه. قال لي ما تقلقيش، انت عارفه احنا شغلنا عامل ازاي، ويعني لو في اي حاجه هترجع لنا احنا هنعملها، ما عندناش اي مشكله، ما تقلقيش من حته الجرار. ولان طبعا انا هتشوفوا الاخر، انا طبعا اتصدمت في ان المطبخ ما خدش كل حاجتي، لان انا مطبخي الاولاني كان كبير جدا وحاجتي كتيره جدا. فهعمل كمان زي الجزئيه اللي فوق، هعملها فوق الحوض. وطلبت منه اني اعمل الصفايه في النص، يعني الضرفه اللي في النص تبقى زي الصفايه للاطباق.
طبعا انا شركه محترمه جدا. انا يعني حابه اتكلم كده، مش حابه يعني اسجل في الجزئيه دي بالذات. شركه محترمه جدا 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 الشركه، بجد. شغل نظيف قوي قوي قوي. يعني الناس في منتهى الذوق، في منتهى الشياكه. طبعا مثبتين لي المطبخ تثبيته تمام. لمعه يا جماعه اللي في المطبخ خطيره خطيره. كان في غلطه بس صغيره، ولكن هي مش هعتبرها غلطه، وغلطه غير مقصوده. ان الرخامه جات لي لونها جراي، رمادي. فطبعا يعني المطبخ بيج، والرخامه دي بتيجي مع المطبخ الاسود او مع المطبخ الابيض. فهم وعدوني لان انا هعمل تقفيله للحوض، ويمكن اعمل قطعه زي دي كمان. وفي النص هنا تكون صفايه اطباق في الجزئيه اللي في الوش دي، اللي فوق الحوض. يعني هستغل ان هي برضه تكون تاخد عندي كميات من الحاجات بتاعه المطبخ كمان زياده، وفي نفس الوقت يبقى فيها الصفايه بتاعه الاطباق والحاجه بتاعه الحوض. فوعدوني ان هم جايين بيجيبوا التقفيلات الثانيه، هيغيروا لي الرخامه وهيجيبوا لي رخامه بني او بيش بني عشان تمشي مع المطبخ. المطبخ تحفه بجد. انا هنزل لكم اللينك بتاع الشركه. المطبخ حلو جدا، مطبخ شغله نظيف قوي قوي. المطبخ محمل وتقيل، مش خفيف، مش ورق. لا يا جماعه، الارفف بجد تقيله، مش ورق، مش خفيفه. بجد يعني انا شايفه انه حاجه عظيمه جدا جدا. سعره حلو قوي 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 كمان. طبعا انتوا شايفين حجم ومساحه المطبخ عندي. انا كان نفسي اجيب القطعه الطويله دي، لكن للاسف مش هيكون ليها مكان عندي خالص، لان انتوا عارفين طبعا انا كمان لسه ما عنديش ثلاجه. فمش عارفه لسه اصلا هحط الثلاجه فين، وهحط الديب فريزر فين. لسه دماغي مش مستوعبه الدنيا هتتعمل ازاي. بس يعني الله كريم، وقت ما الثلاجه تيجي ربنا هيحلها من عنده اكيد. يعني نويت ان شاء الله من قدام شويه كمان، بدل القطعه الطويله بقى ديت، لا انا هعمل تقفيله للحوض عشان يبقى فيها كل الحاجات، المساحيق والحاجه بتاعت الحوض تبقى جواها مقفوله عليها كده، وتدي شكل كويس بدل الماسوره بتاعت الحوض دي باينه كده. اكيد انتم يمكن في التصوير قبل كده شايفين المنظر بتاع الحوض ده مش لطيف خالص. انا حتى اتضايقت جدا من شكله في التصوير في الفيديوهات. هعمل قطعه كمان زي ديت، بس من غير الطربوش بتاع الاسبوتات. يعني في طربوش اسبوتات فوق هوريكم اهو. فبس طبعا لسه عايز كهربائي، وعايز حد يعملها، يعني يقفلها ويركب الاسبوتات. هي محتاجه لسه كهربائي يعني. فهركب قطعه كمان زي اللي فوقيه ديت من غير الدرج ده، او اللي هو الرف ده، من غيره هتبقى. وهيبقى في النص هنا دي هتبقى الصفايه بتاعت الاطباق. لسه هتفق معاهم ان شاء الله. النهارده هو خد المقاسات، وهتفق معاهم ان شاء الله على الواتساب. عايزه اقول لكم ان انا يعني طلبت المطبخ من كام يوم، مفيش يعني في خلال 4 ايام، يمكن النهارده اليوم الخامس تقريبا. جالي المطبخ على طول، اتعمل بالشكل اللي انا عايزاه واللون اللي انا عايزاه، وجالي على طول. ناس في منتهى الذوق زي ما شفتوا في التصوير في البدايه. العربيه جت لغايه عند باب بيتي. الناس اللي بتركب، الناس اللي طلعت لي المطبخ، وكل ده بثمن المطبخ، شامل كل حاجه، شامل التركيب وشامل الشحن. يعني ما بياخدش، يعني بيديكي سعر المطبخ كله بالوحدات بكل حاجه. ولو انت عايزه الرف بتاع السلطات او الطربوش ده بيديهولك انت، لو مش عايزاه بيخصم لك كمان ثمنه لو انت مش عايزاه. يعني جات لي العربيه لغايه باب البيت. طلعوا لي الحاجه لغايه مطبخي، علقوا لي المطبخ وظبطوه لي على الطول اللي انا عايزاه، وظبطوا لي كل المفصلات كمان، واكدوا لي عليها وعلى المصاريف بتاعتها، وقفلوه وخدوا بعضهم ومشيوا. وكل ده بنفس سعر المطبخ. يعني حتى انا لما كنت سالتهم الشحن كام، بعد ما اتفقت على سعر المطبخ قالوا لي سعر المطبخ شامل النقل والتركيب وكل حاجه، ومفيش اي حاجه يعني هتدفعيها زياده. الشركه
شكرا للشركه، وبجد انا مبسوطه جدا جدا، الحمد لله، اللهم لك الحمد. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. المطبخ نور لي المطبخ بتاعي يعني، او القطع نورت لي المطبخ جدا، وخلتني حاسه براحه. اكيد انتوا شايفين بره الدنيا عامله ازاي عندي في الريسبشن، لان طبعا انا لسه ما فرشتش. فطبعا الكراتين والاكياس والبهدله اللي بره، وحتى انا لما فضيت المطبخ التوابل وكل حاجه محطوطه في الارض بره. هنا بقى كنت بدأت أجر بقى في الحاجات بقى بتاعت المطبخ، ولكن بقى للأسف إن أنا كانت صدمتي كبيرة جدا جدا جدا، لأن حاجتي كتير جدا، ولقيت إن المطبخ والله ما عارفة أسجل يا آدم، أقسم بالله ما عارفة أسجل. انا ما اعرفش انك بتسجلي اصلا. لا أنت سامعني بكلم نفسي مثلا مجنونة؟ ابني يا جماعة والله ابني. عشان مسجل بكلم نفسي مثلا قاعدة قدام شاشة الكمبيوتر بكلم نفسي ولا ايه مش عارفة. طبعا المطبخ جاي عايزة اقول لكم والله العظيم نضيف زي الفل زي الفل، بس انا يعني ايه، عارفين زيادة توكيد انا يعني بحاول ابقى ايه، في شوية نظافة كده، يا دوبك تلميعة كده بالفوطة اللي اشتكت مني. فطبعا دي من الحاجات اللي لقيتها مكسورة، الدنيا طبعا كلها تراب. ولكن طبعا كانش هينفع اني اغسل كل المواعين دي، كان هيبقى صعب عليا جدا. فقلت لما هاجي اطلع حاجة ابقى اغسلها قبل الاستخدام، يعني حاجة طبعا بره مش قادرة اقول لكم كلها متطربة ازاي. آه، اللهم صل على سيدنا محمد. المهم ان انا طبعا اتعورت، يعني الحمد لله كل شويه اتعور، مش عارفه يعني فاشله ولا ايه، مش عارفه والله. طبعا حطيت شويه الحاجات اللي هي ايه لازماني ويعني لازم تكون موجوده في المطبخ، من الاساسيات يعني اللي انا لازم استعملها. وبعد كده ان شاء الله القطعه اللي جايه باذن الله هتشيل برضو شويه حاجات، ولسه طبعا هيبقى عندي حاجات بتاعه النيش بتاعه السفره، برضو ربنا ييسرها كده بدعواتكم او وقفتكم كده جنبي. بس بالله عليكم، يعني انتوا ليه بتنسوا تعملوا لايك؟ دي دوسه كده بالصباع، تك خلاص عملنا اللايك، مش هيحصل حاجه يعني. ما تنسونيش بس في لايك وفي دعوه حلوه، وزي ما قلت لكم انا بدعواتكم ومساعدتكم ليا هبقى مبسوطة جدا جدا جدا، وربنا هيرضيني جدا. طبعا فرحانة بالمج اللي عليه صورتي أنا وأمي، بحب أشرب النسكافيه فيه، وكان طبعا مختفي وسط الحاجات، فطلعنا بقى شوية المجات، شوية الحاجات الأساسية كده، ورصيت مطبخي وظبطت دنيتي. وأكيد الفيديو اللي جاي هنطبخ بقى، وهتشوفوا المطبخ بعد ما ترص وتروق. وان شاء الله برضو هوريكم ان شاء الله باذن الله القطع الجديده اللي جايه، وهسيب لكم اللينك في تعليق مثبت.